حمودي خد حقنة هنا مفيش، روح على طول مات. ستك الله حصل لها ايه يا ماما ستي دي قبل ما تموت؟ ده ايه الفرق الوحش ده؟ عملت عملية هنا و4 أيام وحصلت جدا، وجايباني هنا يا ماما عشان أعصرهم هما كمان صح؟ لا يا حبيبي، بقت كل حاجة اتطورت، أجيال بتسلم أجيال. طيب يلا يا ماما. السلام عليكم يا دكتور، أنا كنت عايزة ادي حقن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين ابنك ده؟ هناك اهو يا دكتور، هو اللي واقف ده. الشحت اللي هناك ده؟ هو بعينه. طيب تعالى يا ابني هنا وورينا التوتة. ووريك التوتة ليه يعني وانت هتشتريها؟ يلا يا واد يلا يا واد، ما تضيعش وقت الدكتور. ما هو لازم انا اشوفها. التوتة دي انا متخصص فيها ولا مش متخصص فيها؟ لا وحضرتك دكتور توتة؟ مش قلتلك دي مش تخصصي. التوتة دي عند الدكتور شعبولة هناك. طيب يا اخويا شكرا. يلا يا حبيبي نروح. ماما انا اول مرة اشوف ان التوتة ليها تخصصات. سلام عليكم، الدكتور شعبولة؟ انا هو بعينه. طب يا اخويا انا كنت عايزة ادي حقنة لابني. والنبي يا دكتور بالراحة، انا بتعب من العيال قوي يا دكتور. لا ما تخافش، انا مش ايدي تقيلة، انا كل اللي بيجي ياخد عندي حقن بيقول انا كأني ما خدتش حقن. روح يا شيخ الله يبارك لك، طمنتني. يا ماما شفت الراجل ابن الورمة اللي قال ايدي خفيفة ومش ايدي خفيفة؟ طلعت ايده تقيلة جدا. معلش يا حموكس يا حبيبي، انت لازم تاخد الحقنة دي عشان تخف وتبقى حلو وترجع تروح المدرسة تاني وتشوف صحاب. يا ماما بس ستي تعبانة اوي يا ماما. يا ماما تعبان. بطل عياط بقى يا حموكس، زمايلك جايين يزوروك من المدرسة، لازم يعني تعمل الشغل بتاعك ده. يا ماما الدكتور اللي ربنا ينتقم منه ابن الولمة روم لي الدوتة بتاعتي. معلش يا حموكس، انت لازم كنت تاخد الحقنة دي عشان تخف وترجع تروح المدرسة وترجع حموكس عرفنا على طول. طب زمايلك جم. ازيك يا حموكشة؟ ألف سلامة عليك. احنا سمعنا عنك يا حموكشة اللي انت كنت بتعيط من الحقن. بس يالا انا راجل ما بعيطش، واللي بيعيطوا العيال السيسي اللي زيك يالا. طيب بقى انا هسيبكم قاعدين مع بعض شوية. مالك يا حموكشة؟ يلا فوق كده، عايزينك تبقى كويس عشان ترجع المدرسة ونلعب مع بعض.